لمناسبة تأسيس وميلاد الإذاعة الأم، إذاعة جمهورية العراق من بغداد. نزف أحلى التهاني والتبريكات لها بالعمر المديد إن شاء الله، ومن عطاء إلى عطاء، ومن تميز إلى تميز، ومن إبداع إلى إبداع. ونتمنى أن تعود جميع البرامج القديمة، وأيضا احتضان جميع الإعلاميين والإعلاميات من مذيعين ومذيعات ومخرجين كانوا يعملون في السابق في مبنى الإذاعة والتلفزيون في الصالحية سابقا. هذا ما نتمنوه منكم حتى يعود الصرح الإعلامي الأصيل بحلة جديدة، ونعيد الماضي باسم الحاضر والمستقبل. ونحن نعيش ذكرى 82 سنة من عمر إذاعة جمهورية العراق من بغداد، ونتمنى أن يعود هذا الصرح الإعلامي الكبير أكثر فأكثر فأكثر في جميع البرامج المميزة التي كانت تعرض على هذه الإذاعة المتميزة. هذا ما نتمناه منكم، ونتمنى أيضا أن يعود جميع الإعلام معه. أصدقائي، يعني موضوعنا أيضا الراديو، وأريد أقول يعني حقيقة الراديو نروح ونرجع. الراديو وين؟ إعلام الراديو ليش انفقد هاي الفقدة؟ يعني ليش؟ لو احنا نعيد الإعلام القديم للراديو، لو ما حد يعيد الإعلام العراقي، ليش يا أخوان؟ ليش عتبنا على اللي ينشرون ولو هم مشكور جهدهم وتعبهم اللي يعيدون ذكريات الماضي؟ لأنه احنا دائما نقول ذكريات الماضي، واحنا دائما نقول نتعلم من الماضي فإنه مدرسة للأجيال. يا أخوان، نعيد الراديو وإعلام القديم، برامجه المنوعة الترفيهية والفنية، والبرامج الحلوة، والمسلسلات الإذاعية، وأيضا الأغاني من أغاني السبعينات والتسعينات وغيرها من الأمور اللي كان يعرضها الراديو. ليش يا أخوان؟ عندنا إعلاميين، مو فقط إعلاميين بالتلفزيون، عندنا إعلاميين كانوا يطلعون بالتلفزيون بس ما يطلعون بالراديو، وبيهم يطلعون بالراديو بس ما يطلعون بالتلفزيون. احنا ليش نتابع ونشاهد إعلاميين ونترك إعلاميين آخرين؟ احنا نريد يعني الإعلاميين كلهم نشاهدهم ونسمعهم، إذا كان إذاعة وإذا كان تلفزيون، لأن بيهم اللي يطلعون تلفزيونيا وبيهم اللي يطلعون إذاعيا، يعني بيهم اللي يطلعون سمعيا وبيهم اللي يطلعون مرئيا. هاي سابقا. فليش احنا مركزين على التلفزيون وما نركز على الراديو ونقول إعلام الراديو وين؟ أكثر الناس عندها تيابات، أو نسميها احنا بطريقتنا وكلامنا وبلغتنا أشرطة، يعني عندهم وكاسيتات. ليش ما يعيدون إعلام الراديو؟ ليش ما ينشرون هاي الكاسيتات ويرجعون إعلام الراديو القديم اللي يتضمن إذاعة جمهورية العراق من بغداد، وإذاعة صوت الجماهير من بغداد، وإذاعة صوت الشباب من دار السلام؟ ليش يا أخوان؟ هذا إعلام، هذا إعلام، وعندنا إعلاميين. ما نريد نشاهد إعلاميين ونخسر إعلاميين، لأن أرجع وأقول بيهم اللي يطلعون بالتلفزيون، بيهم يطلعون بالراديو.
أصدقائي، تركيزنا مو فقط على الإعلاميين اللي كانوا يطلعون على التلفزيون وما يطلعون بالراديو، واللي كانوا يطلعون بالراديو وما يطلعون بالتلفزيون. تركيزنا هسه احنا على الراديو، مو صحيح؟ التلفزيون الجماعة اللي جاي ينشرون كفوا ووفوا، وبعد ان شاء الله اكو بالمستقبل هواي برامج راح تنزل على اليوتيوب من اصحاب القنوات للارشيف العراقي، الارشيف الماضي للزمن الجميل وزمن الماضي وذكريات الماضية، فعلا ذكريات لا تنسى. واحنا دائما نقول نتعلم من الماضي، نتعلم من الماضي فإنه مدرسة للأجيال. احنا نتعلم من الماضي، لازم نعيد الماضي حتى نعيشه بالحاضر وبالمستقبل للأجيال المقبلة. أرجع وأقول إنه تركيزنا ليس فقط على الإعلاميين، ونقول خسرنا إعلاميين الراديو وما جاي يطلعون الراديو أو ما جاي نسمعهم، مو، ولكن تركيزنا على البرامج. برامج مهمة كانت تقدم على الراديو وعبر الراديو اللي يتضمن إذاعة صوت الشباب مثل ما ذكر الجلسة، وإذاعة جمهورية العراق من بغداد، وإذاعة صوت الجماهير. 3 إذاعات بس كل الخير والبركة بيهن، من برامج منوعات كل شيء، شنو اللي ببالك. فأخوان، تركيزنا على البرامج. احنا نتمنى من اللي ينشرون ونشكرهم كلش هواي، وسعيهم مشكور ان شاء الله. انا بدي اقول انه نتمنى تركيزهم على الراديو. اكثر الناس كانت تسجل، تطبع من الكاسيت او من الراديو عفوا للكاسيت. فنتمنى من اللي يسجلون من الراديو المسجل يعني على الكاسيت، يطبعون من الراديو المسجل برامج ومنوعات وتايتل برنامج وتايتل إذاعي وكل ما يحتويه الراديو من شغلات حلوة قديمة نادرة. نتمنى انه من صاحب الكاسيت ليش يبقى عندك الكاسيت ومضموم، وهذا على الأقل استثمر في القناة وانشر هذا الشيء، لأن العراق يستاهل. والراديو لازم نسترجع برامجه القديمة المنوعة، برامج فنية، برامج ترفيهية، يعني سياسية، دينية، رياضية، اقتصادية، طبية، مو صحيح، وحتى تعليمية وبرامج أطفال وغيرها. وأنا أتذكر حتى كانت الساعة 3 الظهر دائما تكون موسيقى هادئة بعد أي برنامج كان، 3 تكون موسيقى هادئة لل4. وأيضا أتذكر كان يقدم الراديو وتقدم إذاعة صوت الشباب أغاني ذهبية وأغاني فضية وبرونزية وهندية وتركية وأجنبية وغيرها من الأغاني الخليجية والعربية والعراقية. يعني كان مكفي وموفي. هنا 3 إذاعات بس كان مكفيات وموفيات. يعني شنو الفائدة هسه؟ كمية وكل شي ماكو، بس بذاك الوقت عدد بس كل الخير والبركة بيهن. فتشوف العدد وين، الكمية وين. وأيضا أتذكر لإذاعة صوت الشباب برنامج البوم مطرب،
وأيضا برنامج البادية أيضا على إذاعة بغداد، وأيضا على إذاعة صوت الجماهير برنامج أو مسلسل، هسه راح أرجع للبرامج، مسلسل عراقي اسمه ضيوف ولكن، وأيضا برنامج طائر الليل على إذاعة صوت الشباب، وأيضا برنامج كلمات أيضا على إذاعة صوت الشباب من دار السلام. فهذا هو الراديو، ونتمنى يرجع الراديو بإعلامه المميز القديم. هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه منكم. فنتمنى من اللي يسجلون من الراديو المسجل، يعني على الكاسيت، يطبعون من الراديو المسجل برامج ومنوعات وتايتل برنامج وتايتل إذاعي وكل ما يحتويه الراديو من شغلات حلوة قديمة نادرة. نتمنى انه من صاحب الكاسيت، ليش يبقى عندك الكاسيت ومضموم، وهذا على الأقل استثمره في القناة وانشر هذا الشيء، لأن العراق يستاهل. والراديو لازم نسترجع برامجه القديمة المنوعة، برامج فنية، برامج ترفيهية، يعني سياسية، دينية، رياضية، اقتصادية، طبية، مو صحيح، وحتى تعليمية وبرامج أطفال وغيرها. وأنا أتذكر حتى كانت الساعة 3 الظهر دائما تكون موسيقى هادئة، بعد أي برنامج كان 3 تكون موسيقى هادئة لل4. وأيضا أتذكر كان يقدم الراديو وتقدم إذاعة صوت الشباب أغاني ذهبية وأغاني فضية وبرونزية وهندية وتركية وأجنبية وغيرها من الأغاني الخليجية والعربية والعراقية. يعني كان مكفي وموفي. هنا 3 إذاعات بس كان مكفيات وموفيات. يعني شنو الفائدة هسه؟ كمية وكل شي ماكو، بس بذاك الوقت عدد بس، كل الخير والبركة بيهن. فتشوف العدد وين، الكمية وين. وأيضا أتذكر لإذاعة صوت الشباب برنامج البوم مطرب، وأيضا برنامج البادية أيضا على إذاعة بغداد، وأيضا على إذاعة صوت الجماهير برنامج أو مسلسل، هسه راح أرجع للبرامج، مسلسل عراقي اسمه ضيوف ولكن، وأيضا برنامج طائر الليل على إذاعة صوت الشباب، وأيضا برنامج كلمات أيضا على إذاعة صوت الشباب من دار السلام. فهذا هو الراديو، ونتمنى يرجع الراديو بإعلامه المميز القديم. هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه منكم.